إسماعيل بن ناصر، لاعب كرة القدم الجزائري، ولد في الأول من ديسمبر 1997 في مدينة آرل بفرنسا. عائلته تنحدر من أصول جزائرية ومغربية، حيث أن والده جزائري وأمه مغربية. نشأ ابن ناصر في فرنسا ضمن عائلة متواضعة، ولديه ارتباط قوي بجذوره الجزائرية، وكذلك يذهب إلى وطنه من طرف الأم المغرب، ولديه ارتباط واحترام تجاه بلاده. بالإضافة إلى ذلك، قرر لاعب في الأخير تماثيل بلاد الجزائر، لأن قلبه يميل إلى الجزائر بدلاً من فرنسا والمغرب. كان له دور كبير في تتويج الجزائر بكأس الأمم الأفريقية 2019 أفضل لاعب في البطولة. بن ناصر معروف بتواضعه وارتباطه الكبير بأسرته، التي دعمت مسيرته منذ بدايتها، سواء خلال بداياته في كرة القدم في آرل أو انتقاله للاحتراف في أوروبا. رياض محرز، لاعب كرة القدم الجزائري، ولد في 21 من فبراير 1991 في مدينة سارسيل بفرنسا. أصله العائلي يعود إلى الجزائر، تحديداً إلى منطقة بني سنوس في ولاية تلمسان الواقعة غرب الجزائر. والده أحمد محرز جزائري الأصل، ولكن يعود جذوره المغربية من والدته الذي هي من أصول جزائرية مغربية. وفي الأخير يعتبر لاعب محرز لديه أصول مغربية. رياض محرز نشأ في فرنسا وسط عائلة متواضعة، وكان والده أحمد يلعب كرة القدم على مستوى الهواة، مما كان له تأثير كبير في حب رياض للعبة. فقد والده وهو في سن 15، وكان هذا الحدث نقطة تحول كبيرة في حياته، حيث أصبح أكثر إصراراً على النجاح لإكمال حلم والده. محرز اختار تمثيل المنتخب الجزائري رغم أنه كان بإمكانه اللعب لفرنسا، ويعتبر الآن أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية، خاصة بعد دوره البارز في تتويج الجزائر بكأس أفريقيا 2019. مهدي زرقان، لاعب كرة القدم الجزائري، ولد في 30 من يناير 1999 في مدينة كليرمون فيران بفرنسا. ينحدر من أب جزائري وأم مغربية، حيث تعود أصوله من الجزائر والمغرب، وكذلك بالتحديد هو من منطقة الوادي. نشأ زرقان في فرنسا وسط عائلة جزائرية ومغربية محافظة، ولكن لاعب قد تأثر بجذوره الثقافية الجزائرية، وهو ما انعكس في قراره بتمثيل المنتخب الجزائري على الصعيد الدولي رغم كونه ولد ونشأ في فرنسا. زرقان بدأ مسيرته في كرة القدم في الأكاديميات الفرنسية، وبرز لاحقاً في نادي بوردو، حيث أظهر إمكانياته كمتوسط ميدان يتمتع بمهارات هجومية ودفاعية مميزة. كما تم استدعاؤه للمنتخب الجزائري ليكون جزءاً من جيل الشباب الواعد الذي يمثل الخضر.